السلام عليكم. النهارده حابب اشارك معاكم تطبيق كده للناس اللي بتلعب شطرنج. تطبيق جميل جدا وسهل في الاستخدام. التطبيق ده بيحل الجيم، وكمان ممكن تشغل عليه ماتشات للجراند ماستر او اي ماتشات شطرنج ممكن تشغلها عليه. وهنعرف ازاي ممكن نجيب الماتشات دي منين، وكمان نشغلها على البرنامج. تمام، هتفتح تليفونك وهتلاقي البلاي ستور او المتجر بلاي، تدخل عليه وبعد كده في خانة البحث هتكتب اسم التطبيق اللي معانا او الابلكيشن وهو Analyze. هيظهر لك اول اقتراح اللي هو Chess Analyze This. تمام، هتدخل عليه وهتحمله عادي جدا من البلاي ستور. وبعد كده هتدخل على البرنامج. دي الواجهه بتاعه البرنامج. بيظهر معاك كده رقعه الشطرنج. بيبقى متحمل مع البرنامج ستوك فيش. ده بيبقى هو المسؤول عن تحليل النقلات وتحليل المواقف. يعني مجرد ما تضغط على الخانه الخضراء دي او المربع الاخضر ده، كده انت المفروض شغلت خلاص الستوك فيش. ويبدا يقول لك هنا النقله الصح. طبعا انت عايز تلعب بيدق الملك بيدق الوزير زي ما انت حابب. عاوز تلعب اي نقله تانية خالص هيشتغل معاك عادي جدا، ويقول لك الرد بتاعها الصحيح برضو. طبعا الستوك فيش بيعتمد على اصح نقله. طبعا انت عايز تلعب نقله تانية غير النقله دي عادي جدا، مفيش مشكله. برضه هو بيرد عليك بالنقله الاصح. عايز تلعب معاه تمام، وبيرد عليك برضه بالاسود، وهكذا. دي كلها نقلات صحيحه او الاصح في الافتتاحيات دي. طبعا انت لو عايز تعرف اسم اي افتتاحيه فبيبقى موجود تحت. لو انت رفعت السهم ده هيبقى موجود تحت كده، اللي هو ادفانس فاريشن او الفرنش، اللي هو الدفاع الفرنسي. كل افتتاحيه وليها اسمها طبعا وليها الرد بتاعها. ويبدا هو يكمل عادي جدا الافتتاحيه. او ممكن كمان تعمل انت الرقعه من عندك او موقف من عندك عن طريق المربع ده والمربعات دي، وتعمل كده بوزيشن سيت اب. بعد البوزيشن سيت اب هتلاقي فيه الرقعه كده. لو عملت كلير كل ده يتمسح. تعمل نيو، ده كده الوضع الجديد. وتعمل كلير وبعد كده مثلا تحط الموقف بتاعك زي ما انت عايز. مثلا الملك عايز تحط مثلا وزيرين او ثلاثة، عاوز تحط طابية، عايز تحط فيل، زي ما انت عايز في اي مكان. اي موقف انت عايز تحلله. وبعد كده بتدوس على كلمة done، بتدوس على الخانة الخضراء على الستوك فيش، ويبدأ بعد كده يحلل معاك. بيجيب لك طبعا النسبة بتاع الستوك فيش. هنا 0-0 يعني تعادل. بيوصل الجيم ده للتعادل. طيب لو جينا بعد كده رصينا موقف تاني بالشكل ده، خلينا بس ملك ووزير مع ملك، وشغلنا كده الستوك فيش تاني، هتلاقي ان جايب لك ميت ان 7، او يعني هيموت 7 نقلات. فكده الجيم للابيض. احنا لو عكسنا برضو، خلينا الملك الاسود هو اللي معاه الوزير وشغلنا، هنلاقي في هنا سالب. اللي هو يعني السالب ده معناه الاسود، ان الاسود هيكسب فيه 8 نقلات. فاذا سالب او الموجب معناها الابيض او اسود. السالب معناها اسود، والموجب معناها اللاعب الابيض. الحاجه التانية، ممكن ازاي تنزل ادوار شطرنج موجوده قبل كده. هندخل على جوجل عادي جدا، ونكتب في خانه البحث تشيس بي جي ان داونلود. هيجي معانا اول اختيار اللي هو الداونلود بي جي ان فايلز. نضغط عليها وبعد كده ندخل على الموقع. موقع بالشكل ده كده. طبعا بيخيرك فيه هنا بلايرز واوبننج وايفنتس. البلايرز يعني تبحث باسماء اللاعبين. الاوبننج اللي هو تبحث باسماء الافتتاحيات. الايفنت اللي هو اسماء البطولات او الاحداث اللي حصلت فيها البطوله مثلا. فاحنا لو ضغطنا مثلا على البلايرز، انا عايز ابحث عن كاسبروف. بيجي لي خانات كده. تعالوا نكبر بس شويه. بيجي لي اسماء اللاعبين بالشكل ده. ببحث انا بقى عن اي لاعب. ببحث عن كاسبروف مثلا. ادي كاسبروف. بدوس على كلمه داونلود، فبينزل معايا الملف. بيبقى عباره عن ملف مضغوط. فانا بدخل على الملف ده وبعمل له اكستراكت، او بفك الضغط بتاع الملف. دخلنا على الداونلود ولقينا كاسبروف اللي هو كده ملف مضغوط. فانا بدخل عليه وبعمل سيلكت وبعمل اكستراكت تو. هيفك لي الضغط. بعد كده ادخل على الانالايز بتاعي واشوف الثلاث علامات دي. ادوس عليهم. هيدخلني على الملفات. بدوس على كلمه داونلود. يجي عندي كلمه كاسبروف دوت بي ان جي، بضغط عليها. بيجيب لي كل الادوار او الجيم اللي لعبها كاسبروف. كاسبروف لعب 2128 مباراة. بختار اي جيم يعجبني طبعا، عايز اتعلم منه. بضغط مثلا على الجيم على طول، بيجي لي بالشكل ده. بدوس على السهم اليمين ويبدأ يحرك عادي جدا النقلات اللي كانت في الجيم حقيقي. طبعا هنا 1-0 يعني الواحد ده اللاعب الكسبان والصفر هو اللاعب الخسران. لو لقيت نص ونص ده معناه ان الجيم ده تعادل. بس كده تبدأ هنا بقى تتعلم من الجيم. تبدأ تحلل الجيم براحتك،
تشوف النقلات الصحيحه والنقلات اللي مش صحيحه في الجيم. وبس كده احنا خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامه.